بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. الفرق بين مهرجان المزاريطه الدولي ومهرجان الجونه هو نفس الفرق اللي كان ما بين تنظيم الكونفدراليه ونهائي الكونفدراليه وتنظيم بطوله الابطال. اللي يعرفنا ويعرف منهجنا ويعرف اسلوبنا على قناه الاهلاويه، ما بنتكلمش غير على فريق النادي الاهلي، ما بنوجهش كلامنا غير للاهلاويه. لكن الحقيقه في بعض الامور اللي استفزتنا وطالعين نرد عليها بالدليل ونوضح الحقائق فيها عشان كل واحد يعرف حدوده وكل واحد يعرف حجمه. اول حاجه بنتكلم عليها وكانت مستفزانه جدا جدا جدا، ان في بعض الزملكاويه بيقولوا ان التنظيم تابع للاتحاد الافريقي وان الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم. طيب انا كده قبل ما اقول لك الدليل عايزك كده بالعقل وبالدماغ يا اللي بتفهم كوره وبتفهم وعندك ذره مفهوميه، تقول لي هل بالعقل هو نفس المسؤول عن التنظيم ده، هو عن المسؤول عن التنظيم ده؟ يعني الراجل اللي ابدع وكان في منتهى الشياكه في مباراه الاهلي وفي النهائي الافريقي للابطال هو نفس الراجل العشوائي اللي نفذ بطوله الكونفدراليه؟ ده بالنسبه لي كده يعني اول دليل كده يعني بالعقل. لكن تعال نخش على الدليل الفعلي والحقيقي. لو انت متابع الاخبار وقريت الاخبار، الاتحاد الافريقي بيدرس اقامه عقوبات على الزمالك بسبب الاحداث المؤسفه التي حدثت في النهائي الافريقي، والصحف العالميه والدنيا كلها بتتكلم، واصبحت فضيحه بجلاجل اللي حصل. انا مش قادر انسى صوره الانسه المحترمه اللي كانت هتسلم الكاس وفجاه طلعت من الكادر. انا اسف لها جدا، ويعني انا حزين من اجلها. شكل كان مؤسف جدا الحقيقه. شوف بقى الشياكه والاناقه، تعرف بقى حجم الاهلي وحجم الاداره الواعيه المعتاده على تنظيم النهائيات، معتاده على الفوز بالنهائيات الكبرى. شوف الاتحاد الافريقي هو بيشكر النادي الاهلي، وشوف هو يعني بيشجب الاحداث اللي حصلت في مباراه الزمالك، تعرف الفرق. تاني حاجه برضو استفزتنا جدا جدا، الناس بتتكلم ان ضربه جزاء صحيحه جدا جدا للترجي والحكم ما حسبهاش والاتحاد الافريقي بيجامل الاهلي. في البدايه كده عايز اقول لك، لو انت بتفهم كوره وشفت الكوره مره واثنين وثلاثه، هتلاقي كريم فؤاد لمس الكوره قبل ما يوصل لمهاجم الترجي، يعني لمس الكوره قبل ما يلمس اللاعب. كمان الحكم حسبها ضربه مرمى، يعني اقر ان اللي لمسها الاول كريم فؤاد وبعد كده وصلت لقدم اللاعب المهاجم للترجي وخرجت بره. وعايز اقول لك كمان ان المحللين التوانسه اللي كانوا قاعدين في الاستوديو التحليلي اللي بيصدقوا يتشعلقوا في اي حاجه ما قالوش عليها ولا اكدوا، قالوا فيها شك. لو لمس الكره الاول ممكن تتحسب في بعض الاحيان، لكن ما اتكلموش ان هي اكيد ضربه جزاء. وكل المحللين والنقاد قالوا ان هي مش ضربه جزاء، فما اتكلمنيش في ضربه الجزاء. تاني حاجه برضو اتكلموا فيها، الدخله مش حلوه، التيفو مش حلو. الناس اللي مش عارفه الدخله دي يعني الصور او الاشكال الجماليه اللي بيعملها الجماهير في بدايه المباراه. انت مش فاهم الدخله اصلا بتاعت النادي الاهلي بتتكلم عن ايه، فيعني بلاش تتكلم في حاجه انت مش فاهم فيها ويعني تكلمني في الدخله. طب انت شفت الكاس، شفت الفوز، شفت التتويج. في بعض الناس برضو بتقول الاهلي ما لعبش مباراه قويه، يعني الاهلي لعب مباراه ضعيفه. مباراه ضعيفه ايه؟ انت شفت حاجه؟ انت بتفهم كوره؟ انت شفت الترجي هاجم علينا؟ انت شفت الترجي في تونس؟ طب شفت الترجي في القاهره؟ طب شفت الترجي هجمه علينا قويه؟ اعتقد ان الاهلي لعب مباراه تكتيكيه عاليه جدا. هكذا تلعب النهائيات، بتلعب زي رقعه الشطرنج، ما بتلعبش كده وخلاص يعني. اكيد اللي فاهم كوره هيفهم الكلام اللي انا بقوله. تالت حاجه برضو اتكلموا عليها امام عاشور وحزن امام عاشور على انه ما فاز معاهم بالكونفدراليه، وانه حزين وزعلان وبيبكي انه ما فازش بالكونفدراليه. يعني امام عاشور يسيب كاس العالم للانديه وبطوله الابطال والكونتيننتال اللي داخل فيها وكل الحاجات دي، هو زعلان عشان الكونفدراليه؟ يعني امام عاشور في وقت قياسي مع الاهلي حقق بطولات كان عمره ما هيحققها مع الزمالك لو قعد يلعب مع الزمالك 20 سنه. فاعتقد ان موضوع امام عاشور ده يا ريت نقفله يعني وبلاش نتكلم فيه. هو ما بيني وما بينك امام عاشور حراق، هو لعيب جامد جدا، صفقه قويه جدا جدا، من اهم اللعيبه في مصر ومن اهم اللعيبه في النادي الاهلي ومؤثر جدا في النتائج. فليه حق يبقى زعلان؟ غريمك ليه حق يبقى زعلان ويبقى غضبان وعايز يقول اي حاجه؟ بس انا بقول لك دلائل وحاجات عشان تعرف ترد لما حد يكلمك ويسالك. مبروك علينا، مبروك علينا الفوز بال12، وبدانا دلوقتي نقول يلا يا اهلي عايزين ال13. الاهلي كبير، الاهلي عظيم. طول ما انت بتشجع الاهلي تقعد حاطط رجل على رجل كده وتقعد باشا وتتفرج. الاهلي هم اسياد افريقيا. يا ريت لو الفيديو عجبك تسيب لي كومنت وتعمل لي لايك على الماشي وانت ماشي، والسلام عليكم.